السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في آخر أخبار الوداد الرياضي. كيف ما شفتوا في الآونة الأخيرة فولينا كنلوحوا فيديو كل يومين أو كل 3 أيام، وذلك لأسباب أكيد أنتم عارفينها، من بينها إفريقيا اللي خدات في الشهر الأخر كل الأضواء. على أي كنحاول وبكل المجهودات اللي كنتوفر عليها أنني نقدم لكم أخبار الوداد كل ما توفرت. كنبغي نشكر الداعمين لقناة قلعة الوداد، شكرا بزاف على انتسابكم ودعمكم للقناة، وكونوا أكيد أن في القريب العاجل إن شاء الله غتكون شي مفاجآت. إلا كان بإمكانك أنك تنتسب للقناة ننتسب دابا، حيث غتدعمني بزاف للاستمرار بتقديم الجديد. كنعاود نقول شكرا للمنتسبين، وهيا بنا إلى تفاصيل ديال هذا الفيديو. الوداد الرياضي وكما أكدت بعض التقارير الصحفية مطالب باش يسدد 400 مليون سنتيم لكي يفسخ المهاجم السنغالي بولي سامبو. تشبت بكاع المستحقات المالية العالقة بذمة الوداد الرياضي، هو الأمر اللي كيعقد مهمة الوداد الرياضي في التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد. مصادر مطلعة أكدت أن سامبو قال لمسيري الوداد أنهم تسبوا ليه في بزاف المشاكل، وأكد أنه تم حرمانه من الاحتراف الصيف اللي فات، وزيد عليها اشراكه مصاب في بعض المباريات. ورفض التونسي فوزي البنزرتي مدرب الوداد الرياضي استمرار بولي سامبو مع الوداد بعد ما تراجع الاداء ديالو، بالاضافه للاعبين اساسيين بحال بوسفيان وزولا والمترجي والبحري، بالاضافه لبعض الاسماء اللي ما كتشاركش مع فريق الوداد الرياضي وضمها لقائمه المغادرين. البعض من هاد اللاعبين غادر الوداد رسميا، والبعض الاخر مازال كيتسنى. أكدت بعض التقارير الصحفية أن فريق الوداد الرياضي قرب يرجع أحمد رضا التقناوتي حارس السابق. مصادر من داخل الوداد قالت أن الفريق الأحمر في مفاوضات جدا متقدمة مع اللاعب، الهدف ديالها كيبقى هو عودة الحارس المخضرم أحمد رضا التقناوتي. كاين بزاف الغموض على أحمد رضا التقناوتي، وبصح واش غادي يرجع للوداد الرياضي، وخصوصا بعد الغياب ديالو على بزاف المباريات ديال المغرب الفاسي، بالإضافة للغياب وعلى بعض الحصص التدريبية، وهو اللي كيخلي الأمر بصح ضبابي وما نقدروش نعرفوا اش يوقع في المستقبل. رضا التقناوتي كان انتقل من فريق الوداد الرياضي للمغرب الفاسي في الميركاتو الصيفي اللي فات. رضا التقناوتي مشى للمغرب الفاسي وطموحاته هو أنه يكون الحارس الأول، إلا أن مدرب الماس السكيتيوي فضل الاعتماد على صلاح الدين شهاب وخلى رضا التقناوتي في الاحتياط. رضا التقناوتي كان رفض بعض العروض الأجنبية في الميركاتو الصيفي اللي فات بداعي أنه ما باغيش يجلس في الاحتياط، ومني مشى الماس هادشي اللي وقع ليه. ضمن استعدادات فريق الوداد الرياضي للبطولة ودوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، واجه الفريق الأحمر فريق الدفاع الحسني الجديد البارح في واحد المباراة اللي هي تدريبية في جديدة، وقدر الوداد أنه يربح بجوج الأهداف لواحد سجلها جونيور بولي سامبو وأيوب العملود. أكدت مصادر صحفية أن الوداد الرياضي غيلعب 3 الماتشات ودية في الشهر الجاي، غتكون الأولى نهار 2 والثانية 7 والثالثة نهار 11 في فبراير، وكلها غتكون مباريات ضد فراقي من الدوري الاحترافي. الوداد دخل معسكر تدريبي في الجديدة لاستئناف البطولة الاحترافية اللي غتبدا نهار 16 الشهر الجاي، وكذلك الاستعداد لدوري أبطال إفريقيا اللي خاص الوداد يربح 2 الماتشات ويتسنى الحسابات ديال الفريقين الآخرين. الرجعوا مرة أخرى للميركاتو ديال الوداد الرياضي، بحيث أن الفريق الأحمر دخل في مفاوضات مع هلال الفردوسي لاعب الماط باش يضموا في الميركاتو الشتوي بعد ما حسم صفقة أيوب بوشتا وأسامة الزمراوي من شباب المحمدية. الفردوسي وافق على الانتقال فريق الوداد الرياضي، ولكن المفاوضات مازال متواصلة مع الإدارة ديال المغرب التطواني. غادي يحاول الوداد الرياضي أنه يحسم هذه الصفقة هذه باش يعزز خط وسط الميدان ديال الوداد، لا سيما وأن الفردوسي كيتعتبر من أفضل اللاعبين اللي بينوا راسهم في مرحلة الذهاب في البطولة. خرج محمد طلال الناطق الرسمي ديال الوداد الرياضي باش يطمئن الجماهير الوداديه بخصوص الميركاتو الشتوي، بعد ما اصبح اليأس في اوجه على امكانيه تعزيز صفوف الوداد بلاعبين جدد قبل ما يتم اغلاق الميركاتو الشتوي نهار الاربعاء الجاي. محمد طلال وفي تدوينه في الفيسبوك كتب: الكثير من الرسائل من غيورين يحملون الهم الذي نحمله، موضوع رفع المنع مسألة ساعات ليس إلا. التعاقدات تمت وستتم أخريات بمصادقة من المدرب والفريق في تربص إعدادي بظروف احترافية جيدة تليق بالوداد
وهيبة الوداد إلى حدود الساعة قدر أنه يتخلص من 5 لاعبين في المغادرين، وهما زهير المترجي وسفيان أحناس وحمزة الركراكي وهمام باعوش وأرسين زولا، علما أنه إلى حدود الساعة تعاقد مع أيوب بوشتا وأسامة الزمراوي. بزاف ديال التقارير الإعلامية أكدت أن المدافع يحيى عطية الله بعد ما لعب الماتش ديال المنتخب المغربي الأخر ضد زامبيا اللي سال بفوز المنتخب المغربي ب1-0 قدر أنه يخلي بعض الأندية الأوروبية تحط عينها عليه. أفريكا فوت يونايتد قال أن الظهير الأيسر للوداد الرياضي والمنتخب المغربي نجح في إقناع مبعوثي الأندية الأوروبية التي تترصد مشاركته في منافسات كأس إفريقيا، رغم أنه خاض فقط مباراة واحدة إلى حدود الساعة والتي كانت ضد زامبيا، وهي كانت مباراة كافية لتقنع الفرق الأوروبية بمؤهلاته، خصوصا تلك التي تمارس في الدوري البلجيكي. صفقة الظهير الأيسر للوداد الرياضي مثيرة للاهتمام، خصوصا أن عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية 2025 لن يكلف الأندية الأوروبية الراغبة في الاستفادة من خدماته. عطية الله كان غاب على المباراة الأولى والثانية ديال المنتخب المغربي بسبب واحد الإصابة كان تعرض ليها قبل ما يدخل المباراة ديال تنزانيا مباشرة. تصدر الإشارة لأن عطية الله يحيى هو أغلى لاعب في الدوري المغربي إلى حدود الساعة، وارتفعت قيمته السوقية خصوصا بعد مشاركته في كأس العالم، بالإضافة لأنه دايما كيكون في المنتخب المغربي.